لبست العنخ بتاعي وتعالوا نتكلم عن العنخ لان العنخ بيتسرق. طيب العنخ المصري بدأ امتى ظهور العنخ المصري؟ احنا لو رجعنا بالتاريخ لورا فبدأ ظهور العنخ المصري من عصر ما قبل الأسرات. احنا بنتكلم بداية من نقادة واحد بدأ يظهر معانا العنخ، يعني تقريبا 4000 سنة قبل الميلاد. دلوقتي في شعوب من شعوب شمال أفريقيا بتدعي ان العنخ ده بتاعها، فلما جينا نقارن ما بين العنخ بتاعنا ظهر امتى والإلهة تانيت اللي هما بيتكلموا عليها ظهرت امتى، ففي فرق كبير جدا. دي الإلهة تانيت بتاعتهم. لما نيجي نسأل ال AI هما مين الأقدم، فهنلاقي ال AI بيقول لنا إن العنخ هو الأقدم. العنخ ظهر في فترة عصر ما قبل الأسرات، احنا بنتكلم على 3000 سنة قبل الميلاد، واحنا بنرجح إن هو بيرجع ل 4000 سنة قبل الميلاد في عصر نقادة واحد. بينما تانيت ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد. يعني مين الأقدم؟ طبعا العنخ. طيب وهي اتنقلت ازاي لشمال أفريقيا؟ في الغالب اتنقلت عن طريق التجارة. اهي اتنقل العنخ، خدوا العنخ عن طريق التجارة ليهم وعملوا الإلهة بتاعتهم. واصلا لما نيجي نشوف ليه الغريبة ان هم مش عارفين حتى ازاي ان هو الرمزين ملهمش اي علاقة ببعض من حيث الرمزية. هنا بيتكلموا على انها اولا هي واخدة الهيئة البشرية الانثوية انها ست، ولكن العنخ عندنا زي ما حضراتكم شايفين هو ملهوش علاقة بست او راجل او كده، هي شبه الرابطة، بدايته كانت رابطة ملهاش اي علاقة اللي هم بيتكلموا عليه. يعني هي كانت بداية الاول رابطة بسيطة ثم وصل للشكل الهندسي المعروف اللي احنا عارفينه، يعني ملهوش دعوة بالهيئة البشرية لأي حاجة، ولا ست ولا راجل. ده اول حاجة. زي ما حضراتكم شايفين هي المثلث يفسر في الميثولوجيا القديمة كرمز الأنثى والخصوبة والجبل المقدس والدائرة إلى القمر. الموضوع مختلف تماما عننا، فالغريب ان هم اصلا مش عارفين كمان التاريخ بتاعهم، هم بيتكلموا وبيجيبوا مقارنات ما بيننا وما بينهم. الغلطة التانية وهم ربطوا العنخ بالإلهة إيزيس. هو قالك الإلهة المصرية إيزيس ماسكة العنخ اللي هو الرمز بتاعه كده. اولا العنخ مش مرتبط باي اله معين، وده مفهوم غلط. العنخ ملوش علاقة قوي باله معين. قد في العصور الاخيرة من الحضارة المصرية ارتبط بالالهة ايزيس لاسباب. اولا تعالوا نشوف وظيفة العنخ. العنخ وظيفته اولا الحياة والخلود، هتلاقوه دايما موجود، هتلاقوه في الحماية، هو بيحمي، وهتلاقوه برضو بيدي زي الآلهة لما بتدي الملك العنخ بقه، هو برضو بتديله السلطة والحماية. فالعنخ ليه وظائف كتيرة جدا، مش مرتبط قوي بإله معين. يعني مثلا لو جينا هنا شفنا هنلاقي تحوت بيدي العنخ لأوزوريس. فاهمين؟ هو ملهوش علاقة بإله معين. ليه ارتبط طبعا بالإلهة إيزيس في العصور الأخيرة؟ لأن هم ربطوا الحياة الأبدية وإن هو بيدي الحياة للأسطورة بتاعة إيزيس وأوزوريس. لما إيزيس قدرت إنها تصحي أوزوريس وتديله الحياة، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وميلاد حورس، فهو ارتبط بالإلهة إيزيس في العصور المتأخرة بسبب الموضوع ده. ولكن هنا بنشوف مثلا عندنا الملك سيتي الاول ومعاه مثلا الاله رع حورختي، زي ما انتم شايفين هو ماسك العنخ. يعني هو مش مرتبط قوي بفكرة الالهة ايزيس. اللي دايما مرتبط بالالهة ايزيس هي عقدة ايزيس. زي ما حضراتكم شايفين هي مختلفة شوية عن العنخ، فيهم تشابه الى حد ما، ولكن الايد مختلفة، الشكل مختلف الى حد ما. زي ما حضراتكم شايفين هي دايما اللي مرتبطة بالإلهة إيزيس. أعتقد هي اسمها في المصرية القديمة التيت، أنا مش عارفة أنطقها صح، ولكن هي المرتبطة ارتباط وثيق بالإلهة إيزيس، ودايما بتيجي مع الجد، ودايما بتتصور باللون الأحمر، والجد بيتصور باللون الأزرق. ده للاتزان ما بين القوة الأنوثة والذكورة، والرمز للإله إيزيس والإله أوزوريس، لأن الجد عمود الجد هو مرتبط ارتباط وثيق بالإله أوزوريس.
طبعا عقدة إيزيس ظهرت في الأسرة الأولى، برضو هي قديمة، فيعني لو جينا برضو بصينا هي قديمة جدا، دايما بتتصور باللون الأحمر، بتتعمل في الغالب من العقيق الأحمر، رمز للدم إيزيس ودمها السحري وما إلى ذلك من الأمور ودمها. فالعنخمش بتاعهم هو رمز مصري اصيل، الكلام مضحك جدا ملوش اي اساس علمي، والفكرة ان هما بيجوا ياخدوا مننا ثم بيقولوا ان الحاجة دي بتاعتنا. الحمد لله احنا عندنا اثار يا جماعة، عندنا اثار. شفتوا اهمية الاثار؟ الاثار اللي بتتسرق وبتتنهب، والاثار تجارة الاثار الغير مشروعة اللي دايما يعني بنقول اللي انتوا بتعملوه ده مش جريمة يعني عادية، لا ده جريمة في حق أجيال راحت وأجيال جاية وحق البلد دي. عشان كده تجارة الآثار هي تجارة محرمة. الأثر كفيل قوي ان هو يبين أكاذيب كتير جدا من سرقة شعوب لشعوب وما إلى ذلك من الأمور. أتمنى ان تكون الدنيا وضحت، فبس يعني